أنا وأختي التوأم ريم اتولدنا الفرق بيننا 3 دقايق بس. كنا بنشارك كل حاجة: الهدوم، الصحاب، وحفلات أعياد الميلاد. حتى أحلامنا للجامعة بقت واحدة. من وأنا عندي 8 سنين كان نفسي أطلع جراحة. ريم قررت إنها هي كمان عايزة ده. بعد ما اتكلمت عن الموضوع بالصدفة، قضينا شهور بنذاكر سوا كل ليلة عشان نجهز لامتحانات الثانوية، وكنت بذاكر لها كل المواد تقريبا. أهلي كانوا على طول بيمدحوا في تفانيها وإصرارها الرهيب، وفي نفس الوقت بيتعاملوا مع نجاحي كأنه شيء متوقع ومضمون، حاجة تحرق الدم. لما النتائج بدأت تظهر قعدنا على ترابيزة المطبخ، وماما وبابا قاعدين بيبصوا لنا بقلق. إيدي كانت بترتعش وأنا بفتح الموقع. همست وأنا مش مصدقة: أنا نجحت! أنا جبت 99%، أما ريم جابت 71%. في ساعتها قعدت تعيط بانهيار. مش مجرد دموع هادية، ده كان صريخ وشهقات هزت البيت كله. ماما راحت عشان تاخدها في حضنها. ماما صرخت: إزاي تكوني معدومة الإحساس كده؟ أختك قلبها مكسور وإنتي قاعدة تحتفلي؟ رديت عليها: بس أنا تعبت عشان أوفق في ده. بابا قاطعني: وريم هي كمان تعبت. بالليل أهلي نادوني عشان اجتماع عيلة بجد. ريم كانت متكومة على الكنبة بشكل درامي، مسكت المناديل وكأنها بتأدي دور في مسرحية. ماما قالت بهدوء: إحنا فكرنا، ريم طول عمرها أضعف منك، والرفض ده ممكن يدمرها تماما. دمي اتجمد في عروقي. إيه اللي بتقولوه ده؟ ماما كملت: ممكن تأجلي سنة وتقدموا سوا السنة الجاية وتدي لريم فرصة ترفع معدلها. قلت لها وأنا مستغربة: ولو ما جابتش معدل السنة الجاية هي كمان؟ صريخ ريم وعياطها زادوا. بابا قال: يا حبيبتي، العيلة بتساعد العيلة. ريم محتاجاكي دلوقتي. معقول مش قادرة تضحي بسنة واحدة عشان صحة أختك النفسية؟ ماما ضافت: ده مستقبلها كله. بس انتي عبقرية، وهتتقبلي في أي وقت وأي مكان. بصيت لأهلي في الأوضة، كلهم بيبصوا لي بانتظار. ريم بصت لي من ورا المناديل وعينيها حمرة، بس لمحت حاجة مرعبة في عينيها: نظرة انتصار، كأنها كسبت لعبة خبيثة. أنا أصلا ما كنتش أعرف إننا بنلعبها. سألتها بهدوء: لو أجلت بتوعديني إنك هتحاولي بجد المرة دي؟ ردت فورا: أكيد. أهلي بصوا لي بفخر وكأني بتبرع لها بعضو عشان أنقذ حياتها. بس أنا مش هخاطر بمستقبلي عشان ريم. قلت لهم: أنا مش هسجل في أي جامعة السنة دي. ريم حضنتني جامد ووعدتني إنها هتدرس أكتر ونجيب علامات عالية سوا السنة الجاية، والدموع في عينيها. بس بعد 3 شهور اكتشفت بالصدفة: ريم كانت من ورا كل الناس مقدمة في كلية تجارة في جامعة حكومية. لما واجهتها بالخيانة دي ردت ببرود وهي بتبص في تليفونها: أنا عمره ما كان نفسي أطلع دكتورة، ده كان هوسك الغريب أنتي. أنا بس ما كنتش قادرة أستحمل فكرة إنك تبقي أحسن مني. قلت لها وأنا بمثل الحزن: بس أنتي خليتيني ما أسجلش عشانك. هي ردت بزهق: لا، أنتي اللي اخترتي ما تسجليش بنفسك، أنا ما جبرتكيش على حاجة. ساعتها تأكدت إن أهلي كانوا عايزين مني أضحي بسعادتي عشان ريم، وهي كانت مراهنة على ده من الأول خالص. أنا ما قلتلهاش أي حاجة. طلعت موبايلي ووريتها رسالة القبول بمنحة كاملة في الجامعة الأمريكية، وأنا على وشي ابتسامة كأني كسبت $1,000,000. وبدأت أجمع هدومي.